السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة جبت لكم جديد أخبار على المحترفين المغاربة، وفي هذا الفيديو الجميل غادي نهضروا تحديدا على شادي رياض، عبد الصمد الزلزولي، ياسين بونو، وكذلك ديك الأخبار اللي خرجت على أشرف حكيمي غير اليوم فقط، واللي غادي يكون عليه واحد التوضيح مهم جدا. وكالعادة كيما موالفين كلشي غادي يكون بالمختصر المفيد. والبداية كنحبذ تكون مع الشاب المغربي شادي رياض لاعب برشلونة. فحسب موقع ليريفو الإسباني قالوا بأن نادي أوساسونا باغيين يتعاقدوا مع المغربي شادي في الانتقال الصيفية القادمة. وحسب نفس المصدر قالوا أن أوساسونا كتراقب المدافع شادي رياض بجدية كبيرة جدا، زائد أن هناك تقارير عليه جد إيجابية، بمعنى نادي أوساسونا كان كيراقب ومتابع المغربي بشكل مستمر، والملاحظات اللي كانت كتوصل بها الإدارة كاملة كانت إيجابية على اللاعب اللهم بارك. وأيضا نفس المصدر هضروا على مميزات رياض شادي وقالوا عليه بالحرف بأنه كيتميز بخصائص مميزة كتلفت الانتباه، خصوصا أنه يلا عنده 19 سنة فقط، زائد الشخصية ديالو اللي هي إحدى نقاط قوة المدافع المغربي، زيادة على أنه قوي بدنيا ومميز أيضا في الكرات الهوائية. عموما هذا كيبقى غير اهتمام لحدود هذه اللحظة، وأكيد باقي المغربي من هنا للصيف غادي يتوصل بعروض أخرى، والقرار في الأول والأخير كيبقى للنادي الكتالوني وأيضا للاعب واش غادي يكمل في فريق برشلونة أو أنه غادي ينتقل لشي نادي آخر على سبيل الإعارة أو بصفة نهائية. وشخصيا ما كنعتقدش أن برشلونة غادي يفرط في شادي نهائيا، خصوصا أنه من أبرز المدافعين في النادي الكتالوني، وغالبا إدارة البارسا غادي تصيفطو كإعارة كما دارت مع المغربي الآخر عبد الصمد باش يزيد يحتك مع اللاعبين الكبار ويتطور أكثر وأكثر كما واقع حاليا مع الزلزولي عبد الصمد. وبمناسبة هذا الأخير فباقي كتخرج عليه بعض الأخبار حول إمكانية عودته للنادي الكتالوني، وهذه المرة مع صحيفة ماركا الإسبانية بتاريخ 13 من هذا الشهر، يعني غير البارحة فقط، واللي قالوا لك أن الزلزولي عبد الصمد العودة ديالو إلى نادي برشلونة أصبحت قريبة جدا، ولكن الرجوع ديالو لبرشلونة غادي يكون بشرط، وهو مغادرة أحد اللاعبين الثلاث اللي كيلعبوا كأجنحة، واللي هما رافينيا، أنسو فاتي وفيران توريس. والسبب اللي مخلي النادي الكتالوني مستعد باش يستغني على أحد اللاعبين اللي ذكرناهم وهو الجاني المال طبعا. والفكرة الآن عند برشلونة وهي استعادة عبد الصمد الزلزولي في حال تم بيع عقد أحد اللاعبين اللي ذكرناهم سلفا، واللي كيزيد يأكد بأن البارسا متشبثة بعبد الصمد. وهي صحيفة سبور منذ لحظات قليلة جدا بارطاجا واحد الخبر اللي كيقولوا أن وكيل أعمال الزلزولي عبد الصمد التقى بممثلي نادي ليز يونايتد الإنجليزي لهذا الأخير مستعدين باش يتعاقدوا مع المغربي خلال الانتقال الصيفية المقبلة، إلا أن برشلونة حاليا رفض الاستماع لأي عروض من الأندية المهتمة بعبد الصمد، والتوجه ديال النادي الكتالوني هو يرجع اللاعب بعد انتهاء فترة إعارته وإدماجه مع المجموعة خلال المرحلة الإعدادية للموسم الكروي الجديد. عموما قصة الزلزولي مع برشلونة ما زالت مستمرة، وباقي من هنا لقدام غادي نسمعوا متغيرات وسيناريوهات جديدة، والحسم أكيد غادي يكون في الانتقالات الصيفية المقبلة. أما عن ياسين بونو فالسكوت في حرم الجمال جمال، فهو أيضا عندنا عليه أخبار حول اهتمامات بعض الأندية به من أجل التعاقد معه طبعا. فحسب صحيفة موندو ديبورتيفو بتاريخ 13 من هذا الشهر قالوا أن الوكيل ديالو بدا كيتحرك باش يلقى ليه شي نادي جديد بحكم الوضعية الحالية اللي ولا كيعيشها الحارس مع النادي الأندلسي، واللي حنا عارفينها كاملين بالتفصيل. المهم صحيفة موندو ديبورتيفو قالت أن هناك 3 أندية باغيين يستافدوا من خدمات الحارس ياسين، واللي هما ريال سوسيداد، فيلاريال والنادي فالنسيا. وطبعا كمغاربة أكيد بغينا ياسين يعلق من هذا الفريق في أقرب وقت ممكن، ولكن إلى نادي كبير اللي يليق بحجمه وإمكانياته، بمعنى هذا الفريق يكون في الصف الأول واللي كيلعب على الألقاب ماشي إلى الأندية المتوسطة. عموما كنتمنوا لبونو ياسين كل توفيق إن شاء الله. وقبل ما ندوزوا إلى أشرف حكيمي خفا زربا على السريع نعطيكم التوقع ديالي بخصوص حكيم زياش، واللي مازال على رأي ديالي بأن تواجده في القائمة اللي فاتت في دوري أبطال أوروبا فقط بسبب محدودية اللاعبين اللي كانوا مقيدين في اللائحة للمشاركة في الشامبيونز ليغ، وكنا شرحنا ذلك سابقا بالتفصيل، وهذا الشيء اللي قلت لكم غادي يتأكد في الماتش ديال غدا إن شاء الله ضد برايتون، واللي حسب رؤيتي الشخصية كنقول أنه غادي يتم عاوتاني الاستبعاد ديالو من القائمة. وهذا الشيء كما قلت لكم كيبقى حسب تحليلي وتقديري الشخصي، يعني ماشي معلومة أو مصدر أو خبر. وفي حالة ما فعلا زياش ما كانش حاضر في الماتش فكالعادة كلشي قوس على البلو تشيلسي باش خسر إن شاء الله. ونختموا الآن بواحد التوضيح اللي كيتعلق بالمغربي أشرف حكيمي. فكما عارفين البارحة قلت لكم أن ديك الأخبار اللي كتقول بأن حكيمي أشرف كتب جميع الممتلكات ديالو كاملة لوالدته باش زعما الزوجة ديالو هبة ما تصور منه والو، هي أخبار غير موثوقة ومن مصادر غير مؤكدة، لأن المصدر الوحيد اللي هضر عليه هي أحد المجلات الإفريقية اللي هي فريست ماك. ولكن اليوم كنتفاجئ بأن الصحافة الإسبانية بأكمله بارطاجت هذا الخبر على لسان هذه المجلة تحديدا، يعني الكلام كامل اللي سمعتوه اليوم بأن الصحافة الإسبانية كموندو ديبورتيفو والأس وماركا الإسبانية وحتى مواقع جول أنهم قالوا بأن هبة زوجة حكيمي هي والمحامي ديالها تفاجئوا أنه كتب جميع الأموال ديالو لوالدته ماشي من مصادرهم الخاصة، فقط المواقع العربية كيبارطاجيو لكم العناوين ديال الصحف الإسبانية بأن حكيمي زرف لك الزوجة السابقة ديالو هبة. ولكن فاش كتجي تقرا التفاصيل كتلقاهم كيقولوا لك حسب ما أوردته مجلة
بريست ماك، يعني ببساطه ماشي من المصادر ديالهم. وحتى موقع ماركا اسباني فاش بارطاجيو هذا الخبر في الاخير قالوا لك بان اخبار كتبقى غير مؤكده لحدود هذه اللحظه، وان زوجة حكيمي اصلا ما محتاجاش الى ثروته. يعني اللي باغي نوصل لكم بان الصحافه الاسباني دارت كوبي كولي للخبر وما عندهم حتى شي معلومات مؤكده من مصادرهم. على العموم يكتب ليها او ما يكتبش ليها كتبقى حياه الشخصيه ديال اشرف حكيمي. فقط هضرت على هذا الموضوع لانه فعلا كتوصلني عليه بزاف ديال الميساجات، لذلك وجب علي التوضيح. المهم في الختام كيبقى راي ديالكم، وخير كلام ما قل ودل، وكالعاده كان معكم اسلام، في امان الله ومع السلامه.